السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم بقناة شيوات حنان الطفاوي. اليوم بإذن الله حبيت نشارك معكم واحد الكيكة اللي دايره ضجة في المواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي كيكة البركان اللي كتجي البنات كتجي خطيرة وزوينة بزاف. غير جربوها وغادي تنال الإعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. لما لا، ولا عجبتكم ما تنسونيش من الاشتراك في القناة ديالي وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وبارطاجيوها مع حبابكم وصحابكم باش تعم الفائده. ودابا غندوزو نقولوا بسم الله على بركه الله. عندي في واحد الاناء 2 حبات من البيض كيف راكم تشوفوا معايا، هادو من الحجم متوسط. من بعد ما كنخرجوهم البنات وكنحطوهم على سطح العمل. هنايا غندير واحد كاس لاروب ديال السكر كيف راكم تشوفوا معايا. بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه راه يمكن لكم ديروا كاس عامر. هنايا عندي واحد القبيصه ديال الملحه. وهنا البنات راه ما غنستعمل لا طراب كهربائي لا خلاط كهربائي، غادي نستعمل غير باليد ديالي كيف راكم تشوفوا معايا، الطراب اليدوي. وهنا درت نصف كاس ديال الزيت نباتيه صافي، وغادي نخلط مزيان حتى كنخدموا هذاك السكر البنات مع البيض والقبيصه ديال الملحه مزيان مزيان كيف راكم تشوفوا معايا. وهنا غنضيف واحد كاس ديال الحليب عادي البنات، ما كنفيضوه ما حتى شي حاجه، تيكون يعني بحراره المطبخ. وصافي كنخلط مزيان. راه هاد الكيكه البنات راه كتجي خطيره خطيره. راه جربتها واحد الاخت، انا باقي ما حطيتهاش البنات عندي هنا بالقناه، وعطيتها لواحد السيده وجربتها وعجبتها وشكرتني عليها، قالت لي غزاله غزاله بزاف. هنايا من بعد البنات غندير 2 من الشاصيات ديال الكاكاو المور. هادو اللي كيتباعوا البنات 2 دراهم الوحده. من الاحسن هذا البنات كيجي زوين من الاحسن. انا ديجا جربت داك ديال العبار ولكن ما صدقش ليا، ماشي بحال هاد البنات اللي كنشوف في هاد الشخصيات، هذا زوين. وهنايا كذلك غنضيف الكاس الاول ديال الدقيق كيف راكم تشوفوا معايا، وغنضيف الكاس الثاني. وضروري عفوا البنات ما كنغربلوهم. وهنا كذلك غادي نضيف 2 خمارات من فئه 8 غرام، عندي هنايا 16 غرام كذلك حتى هما غادي نغربلهم. وصافي كنخلط المكونات ديالي غير بالطراب اليدوي كيف راكم تشوفوا. راه دغيا دغيا كتوجد لينا بالنسبه هاد الكيكه ديال البركان. وفعلا البنات راه كتجيش نقول لكم والله العظيم غير جربوها وغادي تشكروني عليها في التعليقات. انا عندي واحد الشاصيه ديال سامر او نسكافيه. ومن بعد هنا غنضيف واحد الملعقه كبيره من الخل. صافي هنايا غادي نخلط جميع المكونات اللي عندي. كيف راكم تشوفوا معايا راه كتجي غزاله هاد الكيكه ديال البركان. صافي هنا البنات شوفوا معايا كندير داك الرقم، اي رقم درناه راه كيبان لكم على الكيك ديالنا. صافي هنا من بعد انا جبت واحد المول ودرت فيه بابي كويسون كيف راكم تشوفوا، ودهنته بالزبده ورشيته ضروري بالدقيقه البنات. صافي هنا كنرفع اليد ديالي وكنصب الكيك ديالي كيف راكم تشوفوا معايا. وهنايا غندوزو باش نحضروا عفوا البنات الكريمه. انا ما كانش عندي البنات الكريم باتيسري، خديت البنات غير خديت البنات غير النشا. كانت عندي انا نشا كنشريها ديال العبار راه كطلع رخيصه. صافي هنايا غندير 2 كيسان من الحليب بحراره المطبخ عادي كيف راكم تشوفوا معايا. لا عندكم البنات كي قلت لكم لا كريم باتيسري ديروها كتجي رائعه رائعه احسن من النشا، حتى النشا، ولكن هذيك تجي البنات زيد عليها شويه. هنا كندير 3 الملاعق كبار من النشا، نتوما غديروا 3 الملاعق كبار اللي عندكم من الكريم باتيسري. وصافي هنا البنات غندير كذلك 3 الملاعق كبار ديال السكر. هاد الحلاوه راه كتجي البنات هي هذيك. وصافي غندوز باش نحطها على نار. من بعد كنبقى وهنا غنسيت البنات كندير واحد الشاصي ديال الفانيلا صافي، وكنخلط مزيان وغادي نديرها على نار. وغادي نخليها البنات، ما نخليهاش البنات حتى كتولي لنا بزاف هكا يعني عاقده. هانتوما شوفوا معايا هكا تنبقى نخلط صافي. وكنصبوها على الكيك ديالنا من حد باقا سخونه كنصبو غير الوسط كيف راكم تشوفوا معايا. لا درتو الكريم باتيسري راه غتجيكم صفرة، اما هذه ديال النشا البنات راه كتجي بيضاء كيف راكم تشوفوا. صافي هنايا كنجي وكنرفع اليد ديالي شويه صافي، وكنصب داك الخليط الوسط. وهنا البنات من بعد ما غادي نكمل هكا كيف راكم تشوفوا معايا غادي ندخلها الفران. غادي نخليها لمده 40 دقيقه على نار متوسطه، يعني ما كنحلوش على الفران نهائيا من بعد 40 دقيقه. ومن بعد كنهبطوها من التحت. صافي البنات من بعد ما كنهبطوها كنخليها غير واحد 3 دقائق 4 دقائق صافي كتحمر لينا من الفوق. وغادي من بعد ما كنخرجوها البنات كنخلوها حتى كتبرد. هانتوما شوفوا معايا
نخلو الكيك البركاني ديالنا حتى كيبرد مزيان. من بعد عاد انا غندير عليها البنات، هنا راه خليتها حتى بردت مزيان، غندير هاد الكيك ديال ضانيتها البنات. الا بغيتو تزينوا به اي حاجه عندكم يمكن لكم تزينوا بها، انا فضلت هذا. من بعد غادي نديرو كامل، وكان عندي شويه ديال الشوكولاط محكوك، ولا عندكم الفيغميسيل تزيين، كيبقى لكم على حساب الاختيار ديالكم. وانا غنستمر هكا البنات حتى كنغطي كل شيء. هانتوما شوفوا معايا، كنغطي حتى ديك اللي كتبان لكم بيضاء بحال شكل البركان البنات، حتى هي كنغطيها بداك دانيت شوكولا صافي. من بعد كي قلت لكم عندي الشوكولات كنديرو من الفوق. هذا غير حكيتو البنات، الشوكولات عادي اللي كناخذ البنات هكا تاخدي منه درهم جوج دراهم ديال كارا عادي البنات صافي. من بعد هنايا درتو ما نقولش لكم هاد الكيك البركاني راه كتجي خطيره خطيره بزاف. من بعد كندخلوها البنات للثلاجه المجمد حتى كتبرد لينا مزيان، باش كتشد لينا هذيك الكريمه، كتشد لينا راسها مزيان صافي. هنا من بعد انا غادي نحيدها من داك الاطار البنات كيف راكم تشوفوا معايا، ومن بعد غادي نديرها في واحد الاناء وصافي. غادي نقطعها معكم، غادي تشوفوا معايا والله العظيم كتجي خطيره خطيره وكتجي زوينه بزاف البنات، ما تشبعوش منها. غير جربوها ان شاء الله باذن الله كيف قلت لكم، وغادي تنال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. لما لا؟ ولا عجبتكم البنات ما تنسونيش من الاشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وبارطاجيوها مع حبابكم وصحابكم باش تعم الفائده. وسمحوا لي رانا شحال ما بقيت حطيت لكم بالقناه ديالي. شوفوا البنات كي كتجي، راه كتجي غزاله. احسن كيك هي هذه، بالاخص هاد الكيك ديال البركان. هانتوما شوفوا معايا راه كتجي واحد المذاق، وديك الكافي اللي فيها البنات ما نقولش لكم. غير جربوها غير جربوها، وغادي تكتبوها لي في التعليقات عندي ان شاء الله باذن الله. وهنايا غادي نقول لكم بصحتكم وراحتكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم.